المثرية طبق شعبي طعمه ميكس بين الجريش والمرقوق والمكرونة، مرة سهل وبسيط، وراح أعطيكم بمقادير مضبوطة تعتمدونها، ما راح يخرب معاكم بإذن الله. ويلا معايا على المطبخ أوريكم مقاديره. في قدر نحط حبة بصل مقطعة ناعم، ونضيف عليها ربع كوب زيت زيتون، ممكن سمن أو زبدة اللي تحبون. وبعدين نضيف مع البصل بهارات صحيحة، قرفة وليمون مجفف، وفلفل وفلفل أحمر حار، وأيضا شوية كمون. حتى يتحمر البصل ويصير ذهبي نضيف له ملعقة معجون طماطم، ملعقة مليانة، ونحمسها لين تتغير ريحتها. وبعدين نضيف حبتين طماطم متوسطة، ونجلس نحمسها حتى تذبل، ونضيف عليها ملعقة طعام ملح، ونجلس نقلب حتى تنفصل الطماطم عن الزيت. وبكذا تكون الكشنة معانا مسبكة. السر في طعمه إن الكشنة تكون مسبكة صح علشان يطلع معاكم لذيذ. ونضيف 8 أكواب ماء بالكوب المعياري، ونخليها تطبخ مع الكشنة. ونروح للدقيق، عندي هنا نوعين دقيق، كوبين دقيق أبيض مع كوبين دقيق أسمر بالكوب المعياري. وناخذها في طاسة، وعندي هنا كوب واحد ماء نرش فيه الدقيق. طبعا خلطت أول شي الدقيق، وبعدين أصير أخذ الموية هذه وأرشها رش، وأقلب هذا الشكل، رش وأقلب علشان تصير معنا نثري نفس الدقيق. شايفين ما صار معجن، مهم ما يكون معجن، يكون بينه شوي دقيق. شايفينه كأنه كورنفليكس أو كونفريكس. المهم إنه يجيب هذا الشكل. خلاص تمام، استغرق مني الأربع الأكواب الدقيق هذه كوب واحد ماء. وبعد كذا أضيف ملعقة أكل مليانة بهارات مشكلة اللي أنا أحبها مع المرقة. وبعدين أبدأ أخذ الدقيق اللي سويته بهذا الشكل وأنثره فوق المرقة. طبعا أحاول إني أنثره نثر، ما أصبه دفعة واحدة علشان ما يتكتل معانا ويطلع عجينة. ونفس الشيء أحرك بهدوء، ما أحاول إني أحرك بقوة عشان ما يصير كأنه عصيدة. أنا أبغاه يجلس قطع مكتلة بهذا الشكل، وأنثر وأنا أنثر أحاول إني أكون باعدة يعني بينها. شايفين؟ وأخليه على النار ثلث ساعة. كل ما زادت الكمية كل ما طال الوقت في الطبخ. وأقلب بهدوء. شايفين شكله؟ بحطه في الصحن عشان تشوفون شكله، مرة لذيذ كأنها طعم مكرونة على جريش. بعد كذا أصبه في الحافظة أو في السخانات اللي أنا أحبها. وبعدين أضيف فوقه السمن البلدي اللي نحبه، ونثرت زيادة فوقه فلفل أسود ومع كمون. مرة لذيذ وسهل وبسيط، وبتحبونه في فصل الشتاء وفي فصل الصيف وطوال السنة. ممكن تحطونه على السفرة لضيوفكم مع الطبخات الشعبية اللي انتم تحبونها. طعمه لذيذ جدا.